السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا غبت عليكم كتير بس يعني غصب عني. انتوا عارفين الاحداث اللي احنا فيها، كان الواحد بصراحة نفسيته مش حلوة خالص. فكان الواحد يعني مكتئب وما كانش ليه نفس ان هو يعمل اي حاجة يعني على القناة. المهم طبعا هي الحياة بتمشي وربنا موجود، وطبعا طول ما ربنا موجود الامل في الله كبير ان ربنا يصلح الاحوال ان شاء الله وينصرهم باذن الله. هنبدأ الفيديو مع بعض. هنا كان النور للأسف قاطع عندي، كنت بدأت في الغرفة. المهم بقى كان بقالي فترة الصراحة مش بعمل حاجة زي ما قلت لكم، وبعدين بقى يعني قلت لا لازم نعمل، طبعا الحياة ماشية مش واقفة. فقمت بقى استعنت بالله، قلت لا النظافة والتنظيف ملوش علاقة يعني. وطبعا القناة انتوا عارفين انا فاتحاها مصدر رزق ليا ولولادي ان شاء الله يعني. فلازم ان انا انزل فيها فيديوهات. انا قصرت معاها كتير وقصرت يعني ما نزلتش في الفيديوهات يعني الايام اللي فاتت دي، فطبعا ده وقع القناة عندي خالص اكتر ما هي واقعة. فعشمان في وجه ربنا ان شاء الله استمر باذن الله، اقدر ربنا يقدرني استمر، وان القناه تشتغل بفضل الله، لان زي ما انتم عارفين لسه ما اشتغلتش. اتمنى ان انتوا بس تفعلوا لي يعني تشجعوني في الفيديو ده، وتشتركوا في القناه، وتحطوا لي لايك على الفيديو علشان القناه تترفع، وتنشروا لاصحابكم لو تقدروا. المهم زي ما انتم شايفين ده روتين عادي خالص، روتين عادي يعني. عدى ان هو نضفت الغرفه ونضفت الحمام نضفت الشباك كويس جدا، مشلتوش، ما كنتش قادره صراحه ان اشيله. نضفته ولمعته، ولمعت الخشب زي ما انتم شايفين، وغيرت الستاره. يعني في الاول الفيديو معلش انا الكلام خدني، غيرت الستاره اللي هي الخفيفه. ونفضت دي وحطيتها وفرشت ملايه جديده ولمعت الحيطان طبعا. وبس التنظيف العادي اللي انت ممكن تعمليه كل يومين ولا حاجه، تغيري الملايه. لو ولادك بقى عندهم برد كده تعملين لازم تغيري الملايه كل يومين. خلصت الغرفه الحمد لله. دي كانت غرفه النوم، كان بقالي فتره صراحه ايه مش عملت فيها حاجه يعني. بس طبعا انتوا عارفين الملايه بتتغير بتاع، لكن طبعا انت مش بتلمعي، مش بتمسحي الحيطان، مش بتعملي الحاجات المهمه دي. المهم انا الغرفه بقى قلت اغير نظامها. هعكس السرير، هجيبه الناحيه التانية. تمام. علشان دي لما حد بيجي في الصالة مثلا، السرير اصلا مكانه كده عند الحيطة على الشمال، تمام، وكان مكان الدولاب مكان السرير. فالمهم اعمل فيه تغيير شوية عشان نفسية وكده. انا بحب ان انا كل فترة ان انا اغير يعني من المنظر يعني وكده تغيير. فغيرته وشلته بقى كده طبعا، ونضفت تحتيه وظبطت الدنيا ولمعت الحيطان طبعا زي ما انتوا عارفين. بس انا ما برضيش اجيب كل حاجة عشان ما اطولش عليكم الفيديو اكتر من كده وما تزهقوش. كده كنت بقول لكم ان انا نقلته، ونقلت الحاجه تاني الناحيه دي، وكان فاضل لي ان انا المع الديسكات وافرش السجاد، وكنت شايله الستاير وغسلتها. تمام. انا حتى ما عملت السجاد ما فرشتوش معاكم للاسف. يعني هتشوفوني ان انا خلصت كله بس السجاد ما كانش لسه اتفرش. ليه بقى؟ لان انا كان طبعا السجاد بتاعها مش نضيف. تمام. وبعد كده انا حطيت الطرقه بتاعتي اللي هي كانت في الصاله، انتوا عارفين اللي هي لونها بنفسجي. فهي ما كانتش ماشيه عندي في الصاله عشان اللون اللي هو الركنه كموني. فانا قلت خلاص هقسمها واحطها في غرفه الولاد. تمام. ففعلا انا عملت كده وحطيتها، بس انا متهيألي الفيديو ده ما جاش معاكم يعني. المهم يعني ما علينا، انا ظبطتها ونفضتها تمام وحطيتها. يعني بقول لكم انا جبت السرير كده وظبطت الدنيا. تمام. بس كده ظبطتها ومسحتها. طبعا الغرفه بقت زي الفل، ومسحت الحيطان كلها وظبطتها. تمام. بس كده. هنا كانت كتب الولاد وحاجتهم ولعابهم دي، كل اللي تحت الكنبه الحديد دي كل دي لعابهم وحاجتهم. وانا فرشنا بقى وحطيت الستاير ديت. آه حطيتها الستاير دي انتوا عارفينها شفتها معايا قبل كده. وبس كنت غاسله طبعا الستاير الشيفون، ولمعت زي ما قلت لكم كل الخشب. كل الخشب اتلمع والاوضه بقت زي الفل الحمد لله بفضل الله. زي ما قلت لكم هي فاضل السجاد يعني المشايه بتاعه الطرقه ديت انا هقسمها واحطها. هحط نص قدام السرير كده. تمام. وهحط النص التاني قدام البلكونه في روتين تاني ان شاء الله هتشوفوه. تمام. فهي مناسبه يعني للاولاد، مش لاقيه بره في الصاله. فقلت امشي الدنيا يعني بدل ما اجيب سجاد جديد، دي عندي مركونه، فقلت ايه احطها، هي كانت نضيفه. تمام. بس زي ما انتم شايفين الغرفه كده هي نفس كان النظام، بس انا نقلت السرير كده. السرير كده بقى متداري، اللي قاعد في الصاله مش كاشف السرير، مش كاشف السرير، مش كاشف السرير خالص. وهنا كنت بوريكم ان انا المروحه بقى خلاص لفتها غسلتها ونضفتها كويس، ولفتها غطيتها عشان ما تتطربش. تمام. ومسحنا الديسكات بتاعت الولاد صبنتها لهم عشان انتوا عارفين متبهدلين. بعد كده دخلنا بقى على المطبخ، كنا عايزين حاجه حلوه، عملت لهم كوكيز. قلت لهم خلاص هعمل لكم كوكيز بس. ف عملت لهم كوكيز، ودي المقادير بتاعته. هو كوبايتين ونص سكر، كوبايتين ونص دقيق، دي اسهل طريقه للكوكيز. كوبايه الا ربع زبده،
وكوبايتين ونص دقيق، كوبايه لبن، كوبايه سكر اسفه، وكوبايه سكر وبيضايه وعليها فانيليا وحبه خل. تمام حلو كده. دي المقادير، نقولها تاني. انا اسفه على الصوت، مش عارفه اروح فين، كل ما اجي اسجل يبقى في حد كده، معلش بقى. بصوا هنا كوبايه الا ربع زبده، حطينا عليها فانيليا، وتحط عليها ايه، معلقه خل كبيره. تمام. هنحط هنا ايه، كوبايه السكر عليهم. تمام. وبعد كده هنضربهم كويس جدا مع بعض، وهنحط بقى كوبايتين الدقيق. تمام. ونقلبهم بقى كويس. دي احسن يعني. بصوا انا جربته بكذا طريقه، بس دي مقاديرها مظبوطه والله 100%. ولا بقى في ناس بتقول لي ان الكوكيز بيفرش كده لما بنعمله، بيفرش في الصينيه لما بيجي يستوي. لا، المقادير دي مظبوطه 100%. تمام. هتعجني بقى كويس وتظبطيها. انا قسمتها، عملتها نص كاكاو، مش نص يعني، خدت جزء صغير كاكاو وعملت الباقي ايه بالفانيليا، يعني ابيض كده. تمام. هتاخديها بقى تعجنيها كويس كده. تمام. عادي هتلاقيها بتفك منك، ما تقلقيش خالص. يعني حتى لو بتشقق منك، ما تعمليها دايره تشقق منك عادي، مش هتفرش معاكي مش هتفرد معاكي في الصينيه لما تستوي، مش هتفرد. هتشوفوها نفس الدايره بنفس الحجم. فاهمين عليا؟ يعني بنفس الحجم، ما فرشتش ولا اي حاجه. هتكوريها بقى وتعمليها كور على قد ما انت عايزه، عايزاها كبير عايزاه صغير براحتك. وممكن تضغطيه في الصينيه، بس ما تضغطوش قوي زي ما قلت لكم، عشان انت لو ضغطتيه قوي هيفرش معاكي لما يستوي، هيفرش لما يدخل الفرن. هيبص هيكبر يعني. شوفوا انتوا، شوفوا يعني هنا شكله هيطلع نفس الشكل. فاهمين عليا؟ يعني مقادير مظبوطه، ما تضغطيش عليه قوي علشان زي ما قلت لكم ما يكبرش منك كده ويفرش في الصينيه. تمام. بتحطي بقى شوكليت شيبس، عايزه ساده براحتك. دول كانوا اخر حاجه صراحه عندنا، حطيتهم على اللي هما بالفانيليا الابيض يعني. تمام. وما حطيتش على كاكاو كتير يعني، بس كان طعمه حلو جدا ومقاديره مظبوطه جدا. بس للناس اللي مش بتحب الحاجه مسكره قوي، ممكن تحطي نص كوبايه سكر، ما تحطيش كوبايه زي ما انا حطيت، هو كان مسكر. الناس بقى اللي بتحب الحاجه مسكره يعني قوي قوي كده، عايزاها بقى نص نص زي كده تشربيها مع الشاي، ممكن تحطي كوبايه، نص كوبايه سكر. تمام. عملنا صينيتين طلعوا بالشكل ده زي ما انتم شايفين، ما شاء الله. شوفوا يعني فرشت حاجات بسيطه خالص. في ناس بقى بتقولي بيفرد مني كده خالص في الصينيه، فاهماني؟ بيكبر قوي. فهو كده حاجه يعني كده معقول جدا، ما فرش يعتبر ان هو قوي، لا نفس الدايره، وصغير برده ما كبرش قوي. فدي مقاديره مظبوطه جدا. اتمنى ان انتوا تعملوه وتقولوا لي. تمام. والناس اللي طلبته مني ان شاء الله هعمله لهم تاني وادوقه لهم باذن الله زي ما وعدتهم. بس ما تنسوش الله يبارك لكم، اللي يخش الفيديو ما ينساش يحط اللايك، عشان انا ساعات بخش اتفرج على اي فيديو بلاقي نفسي نسيت احط اللايك، فبرجع احط اللايك. فاهم حاجه؟ تدوسي على اللايك، عشان زي ما قلت لكم القناه وقعت خالص اكتر ما هي يعني واقعه مش عايزه تشتغل. فالحمد لله، لعله خير، اكيد ده خير. فاتمنى ان انتوا تساعدوني وتشجعوني عشان القناه تكبر. انا نفسي تكبر والله يا بنات. يعني يعني عشان انا في وجه ربنا ان شاء الله باذن الله يرزقني منها خير باذن الله. فبفضل الله اولا واخيرا، وانتوا ان شاء الله القناه تكبر باذن الله، وربنا يرزقني منها الخير كله ان شاء الله. تمام. بصوا كنت بوريكم هنا ما شاء الله مستوي حلو، وزي ما قلت لكم مقادير مظبوطه، جربوه مش هتندموا. تمام. وده كان الفيديو بتاعي، معلش واسفه على التاخير، انا اتاخرت، مش اهمال مني والله، بس زي ما انتوا عارفين. انتوا عارفين بقى، مش عايزه اقول الكلام تاني عشان ما تضايقكوش، بس اكيد اللي انا مريت بيه الناس كلها مرت بيه. في ناس عادي بتتعامل عادي وتنزل وتعمل، بس كل واحد ونفسيته بقى وقدرته وكده يعني. تمام. فان شاء الله باذن الله ما اقطعش، واحاول ان انا انزل على طول عشان القناه تشتغل.